السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم كنزوتي إسوان. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة خفيفة ظريفة كاملة للعشاء مثلا، أو لا نقدروا ناخذوها حتى في رمضان. كتكون من شوربة ديال الفطر مصحوبة بخبز محمص، مرفوقة كذلك بواحد سلطة دو فروي، يعني سلطة ديال الفواكه، 4 الشكيلات أو لا كيف نتوما بغيتو كيف حبيتو. وليتو حافظين الأغنية دابا، يعني اشتركوا عملوا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولكن البنات كنأكد عليه وكنعاود نقولها مرة وجوج وثلاثة، لأن إلا ما درتوش تفعيل الجرس راه ما كيوصلكمش الجديد وما كنبقاوش على اتصال. نبداو على بركة الله الوصفة. غنحتاجو 250 غرام ديال الفطر أو الفقيع كيف كنقولوا له بالمغربية، وواحد البصلة مهم ما كبيرة ما صغيرة، نكونوا نقيناها وغسلناها. كيف كتشوفوا غادي ناخد الفطر ديالي وغادي نقطعو طراف شرائح رقاق. وقبل كتنقيه البنات من الفطر ما كيبغيش يتصل، لانه هو بحال ليبونج، الا غسلتيه غادي يشرب لك الماء وغادي يخسر المذاق ديالو. كتاخدي غير منديل وكتسرديه مزيان وكتمسحي له دوك الرجيلات ديالو لان الفوق تيكون نقي. وكنقيو بهذه الطريقه فقط. ومن بعد كنقطعوه شرائح كيف كتشوفوا. هو ضروري في هذه الوصفه خاصنا شامبينيون يكون طري، ماشي داك شامبينيون ديال الكونسيرف، سينو راه ما كيصلحش المذاق، ما تيخرجش هو هذاك. ماشي بحال صراحه النكهه ديال الشامبينيون طري ماشي بحال داك ديال الكونسيرف نهائيا، ما عنده حتى علاقه. غنخلي لكم المقادير على الشاشه. كناخذ البصله ديالتي كنقطعها حتى هي طراف، ماشي ضروري تكون رقاق لان من بعد غادي نطحنوا كلشي. كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها الزيت وكندير فيها واحد شويه ديال الزبده، كنزيد البصله ديالي اللي قطعت طراف صغار، نزيد شويه الملحه، شويه الابزار، كل واحد البنات على ذوقو. هو كاين حتى شويه الوزار في هاد، لان الشامبينون تبغي داكشي يكون التوابل تكون بالزيت شويه، لان راكم عارفين الشامبينيون ما عنده حتى مذاق. ولكن هاد زعما هاد الشوربه كتطلع من داكشي رفيع. وكنشحر مزيان البصله ديالتي، عاد كنزيد عليها شامبينيون طراف صغار، ضروري كنشحرهم مزيان قبل ما نزيد الماء. هاد العمليه ضروري نديروها ونحترموها باش الزيت والزبده ديك الزبده اللي كنشحروا فيها الخضره. كاع لي سوب البنات انا ديالي كندير لهم هاد الطريقه لان تعلمتها من واحد الشيف فرنسي، كنت متبعه في واحد الاذاعه فرنسيه. كنزيد واحد 2 دروس تقريبا ديال الثوم. هنا انا عندي داك الثوم دايره مصايبه من شحال هذا ودايرها في الكونجيل. ضروري كنشحروا مزيان جميع المكونات، البصله والشامبينيون وديك الثومه اللي وزدت عليهم البصله، وزدت عليهم عفوا الملح والابزار. نشحرهم مزيان 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 مزيان، عاد كنزيد الماء يعني حتى خاصنا واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق وحنا كنشحروهم على عافيه مهيله. كيف كتشوفوا معايا كنبقى نحرك على عافيه مهيله ونشحر فيه مزيان، عاد غادي نزيد الماء. والماء ما يكونش مغطي بزاف، يوصل لحد ديال الشامبينيون، يعني ما نفوتوش. ما خاصش هاد الشوربه ما خاصهاش تكون جاريه، تكون شاده في راسها شويه. كيف كتشوفوا معايا وغادي نغطيها غير بتبصيل. ما عرفتش واش رديتوا البال البنات، ولكن الا لاحظتوا بانني ما عنديش كوكوط نهائيا. كنطيب غير في الطنجره عاديه ديال لينوكس هي والكاسرونات ديالي، لانكم عارفين الالومنيوم اخطر ما يكون على الصحه، اذا انا كنيفيتيه بشكل قطعي. وبين ما الحاسه او الشوربه ديالتي كطيب، كناخذ واحد الخبز، واحد الباريزينه، كنقطعها طراف صغير كيف كتشوفوا. غادي ناخذ واحد الطريف تاع الثومه، نتوما الا ما كانش عندكم هكا سميتو خذوا غير راس تاع الثومه. كنحكوه مزيان على داك طريفه الخبز من اللور من القدام.
كتجي النكهه ديالو غزاله مع الشوربه فنه. كيف قلت غادي ندير 4 وغادي نحك عليهم دوك التومات ب4 طراف، غادي نحك عليهم الثومه، وفي ربع ساعه تقريبا الشوربه ديالتي كتوجد، لان شامبينون غير تيطيب. كنطحنو مزيان. كنزيد عليه لا كريم فريش، القشطه الطريه، واحد كاس ديال العنبه تقريبا. نعاود نطحن باش نخلط الكل. وهنا كنزيد عليه واحد الفخوماج، الا ما كانش عندكم الفخوماج ماشي مشكل البنات، الفخوماج اللي عندكم ان شاء الله، داك الفخوماج المثلث اولا المربع اولا حتى الجبن الا كان عندكم استعملوه، كيجي زوين المذاق، كيعطي واحد المذاق مغاير للشوربه. صراحه جربوا هذه القضيه، انا كنت درتها في سناب شات والبنات لقيت اقبال عليها. البنات العديد من البنات سولوني على الوصفه وكنت كتبتها لكم البنات الا عقلتوا في سناب شات. وهنا اليوم كنعطيكم الوصفه بكاملها وكنفيلميها. وناخذ كاسرونه ونزيد عليها شويه الزيت وشويه الزبده، لان كما قلت لكم الزبده كتعطي واحد المذاق مغاير لكل حاجه طيبناها. ما كنكثرش، غير شويه غير باش تعطيني المذاق. وغادي نحمر فيهم هذوك طريفات الخبز اللي حكيت عليهم نتوما. نبقى لي واحد الطريف تاع الثومه ما يضيعش. صافي وكنحمر الخبز ديالي وكنقدمو مع الشوربه ديالتي ديال الفطر اولا الشامبينيون. البنات هاد الوجبه هذه اللي كتشوفوا الوجبه كامله هي تقريبا في الفطار ديال رمضان، ماشي غير الايام العاديه. كناخذ هاد الوجبه في رمضان البنات، يعني خفيفه ظريفه ومن داكشي كتشبع وحتى المعده كتلقى في الوقت فين تهضم، كتهضم شي حاجه سهله، ماشي حريره ومسمن وبغرير وما الى وما جاوره. الوغ كيف كتشوفوا معايا كنزيد شويه فوق الشوربه، كنزيد هذيك البصله مقليه. كتكونوا درتو داك سوبالان اولا البابي ابسوربون ملي كتقليوها حتى كتحيد داك ليدام ديالها وكتبقى مقرمشه فوق لا سوب ديال الشامبينيون. واحد الحاجه، واحد النكهه كتعطيها مغايره وغزاله مقرمشه. عاد تزيد عليها داك الخبز المحمص حتى هوايا، يعني وجبه كامله وعندها واحد المذاق زوين. وكنختموا بهذيك لا سالاد دو فروي كيف قلت لكم على حسب الفاكهه الموجوده عندكم. وبالصحه والراحه عشاكم. نتمنى الوجبه تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله في الدار عندكم. ما تنسوش تخليو لي تعليق واش جربتوها ولا ما جربتوهاش، حيت ما كترجعوش تخليو لي تعليق، كتخليو لي تعليق غير ملي كتشوفوا الوصفه. ما كاينش الغوتور من بعد واش جربتوها ولا ما جربتوهاش. يعني الا جربتوا شي حاجه البنات ما تنساوش ما تبخلوش عليا بارائكم من بعد واش صدقات لكم ولا لا. وهذا الخبز المحكوك بالثومه والمحمص بشويه الزيت والزبده كيعطي واحد المذاق مغاير وكيقدر يرافق جميع الشربات البنات، من ضمنهم ديك الشوربه، غير ديك الشوربه ديال الخضره العاديه الى رافقها كيعطيها واحد المذاق وواحد النكهه غزاله. البنات جربوها، الا كنتو عمركم ما درتوها جربوها البنات ورجعوا خليو لي تعاليق وارائكم. ما تبخلوش عليا بالروتور البنات، راه انكم ما كترجعوش بزاف. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو البنات مع هذه الوصفة الكاملة ديال شوربة بالشامبينيون. نتمنى تكون عجبتكم وعطاتكم واحد الفكرة جديدة ما كنتوش عارفينها. دمتم طيبين وعلى أمل اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله. بيزو البنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.